السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال يا رب. بصوا بقى، انا جايه النهارده اخد رأيكم في موضوع نتناقش كده فيه وتقولي فيه رأيكم بقى بواقع خبرتكم او بالتجارب اللي حواليكوا، بقى تجربة شخصية او اللي حواليكوا او كده. وبما ان رغي البنات ما بيحلاش غير في المطبخ، فانا قلت ان انا افتح معاكم الكاميرا، اتناقش معاكم كده في الموضوع دوت واخد رأيكم فيه وتقولوا لي رأيكم والكلام دوت. وفي نفس الوقت اعمل الغدا معاكم زي ما احنا متعودين، يعني ماشي. اول حاجة دلوقتي بقى، بصوا، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. دلوقتي انا عايزة اعرف، لا سيبكم من انا عايزة اعرف مبدئيا كده، انا عايزة اخد رأيكم في موضوع الحضانات عامة. صح ان انا اودي بنتي الحضانة، ولا ان انا اسسها في البيت واوديها المدرسة على طول؟ انا عامة ما بوديش حضانات، يعني انا كسارة ما بتوديش عيالها حضانات، بدخل كيجي على طول المدرسة، وكيجي بتدخلهم المدرسة على طول على سنة أولى. تمام. بس لقيت مع ضغط المناهج ومع التطور الفظيع اللي في المواد كل سنة، وإن المنهج كل سنة أصلا بيتغير والقرارات بتتغير، والموضوع بيبقى أصعب كل سنة عن اللي قبلها. فمش عارفة الصح اللي أنا أدخل سيلة السنة دي حضانة، والسنة الجاية إن شاء الله كيجي، لأن هي سنها السنة الجاية كيجي، ولا ادخلها كيجي على طول من السنه الجايه وبعد كده تدخل على سنه اولى، ونقول مثلا ان كيجي دي هي التمهيدي للحضانه، هي اقصد تمهيدي للمدرسه. على فكره ملحوظه كمان، هي تدخل على كيجي 2 مش كيجي 1، لان هي سنها السنه الجايه ان شاء الله هتبقى على كيجي 2 مش 1. فهتبقى هي سنه واحده بس، هتبقى هي دي التمهيد ليها للمدرسه. يعني انا مش هتاخد مثلا سنتين كي جي 1 كي جي 2 فانا هقول هتاخد بقى مرحله كبيره على ما تتمهد، لا. تمام. فانا بشرح لكم الدنيا كده عشان تبقوا معايا في الصوره ولما تقولوا رايكم يبقى كده ماشي. والله الصح اعمل بقى اللي انا كنت بعمله. يعني انا بص، اصلا بجيبها بالتدريج. محمد خد كي جي 1 وكي جي 2 وبعد كده دخل المدرسه. لوكا خدت كي جي 2 ودخلت المدرسه. سيلا بقى عايزه ادخلها المدرسه على طول، ما دخلهاش كيجي. فمش عارفه بقى الصح ايه. يعني انا كان اقصد ان احنا اسس في البيت، اديها الدرس في البيت وتتاسس وتبقى تمام، وبعد كده ادخلها سنه اولى على طول، ولا اسس في البيت وادخلها كيجي السنه الجايه وبعد كده للمدرسه، ولا ادخلها حضانه دلوقتي وبعد كده تدخل كيجي السنه الجايه وبعد كده ادخلها المدرسه. ها، يعني انا مش عارفه. فعشان كده بقى، يعني بصوا، اكتر واحده كنت محتاره فيها وفي تعليمها هي سيلا ديت، لان زي ما انتوا عارفين كل سنه القرارات بتتغير. لا مش كل سنه، احنا كل شهر القرارات بتتغير تقريبا، والمنهج كمان اتغير وبقى اصعب. وعندنا كمان في كيجي زودوا مواد تانية ما كانتش موجوده على ايام محمد ومليكه. فالدنيا تحسوا ان هي بقت فيها شويه تعقيدات. علشان كده دي الوحيده اللي انا محتاره فيها، واللي انا مش عارفه يعني اخد القرار الصارم معاه. عشان كده قلت اخد رايكم وانتوا تقولوا لي يعني ايه بقى المفروض، ايه الصح، بغض النظر عن الفيروس المنتشر الايام ديت. ايا كان بقى هو متحور جديد، ايا كان هو دور البرد اللي هو بيبقى بين الخريف والشتاء بتاع كل سنه المعتاد، ايا كان بقى، بس هو طبعا دور صعب جدا. فيعني انا بقى مش عارفه هعمل ايه، انزلها في الميكروبات والفيروسات اللي موجوده دلوقتي حضانه، ولا اعمل ايه يا جماعه؟ مش عارفه والله. ثواني اخد رشفة من اليانسون بتاعي. فالصح صراحة كنت محتارة، فعشان كده قلت لا انا هاخد رأيكم معايا بقى، بما اننا بقينا اصحاب وكومنتات حلوة بقى وكده اهوت. فاخد رأيكم معايا، مش عارفة. وكمان انا عايزة اقول لكم على حاجة. يعني الحضانة مفيدة في ان هي بتخلي الطفل يكون بيعرف يتعامل مع الأطفال، وبيشوف مجتمع تاني غير مجتمع بيته، وبيشوف ناس تانية، وبيتعامل مع شخصيات تانية غير اللي بيتعاملها في محيط بيته. دي هي مفيدة في كده. بس أنا برضو بقول إن هو هيشوف كل ده في المدرسة. يعني هو لما يخش المدرسة إن شاء الله هيشوف الحاجات دي كلها. بس فعلا زي ما اتقالي إن هو لما سيرة تدخل المدرسة
هتبقى دي الصدمة الكبيرة ليها. يعني الصدمة هتبقى أكبر من إن هي تدخل حضانة دلوقتي وبعد كده تدخل المدرسة، ولا هتبقى هي الصدمة؟ فمش فارقة. مش عارفة، أنا من رأيي إن أنا أسس في البيت. في كل الحالات هتتأسس في البيت، تمام؟ لأن برضو الحضانات ما بتبقاش عليها الجزء الأكبر يعني في التأسيس والكلام ده كله. فأنا حتى لو هوديها حضانة مش عشان التعليم، لا أنا هوديها علشان إيه؟ الاختلاط بقى، وتشوف ناس تانية وتشوف أطفال تانية وتتعامل مع الشخصية دي والشخصية دي، وتعرف إن في شخصيات كبيرة تانية بتتعامل معاها غير ماما وغير بابا كده، فاهمين؟ فهي دي وجهة نظري، مش عارفة، يعني أنا مع الرأي والرأي الآخر. فانتوا قولوا لي الأغلبية بتاعتكم بقى ايه، وتجاربكم ايه مع اللي حواليكم، قولوا لي بقى وهاخد برأي الأغلبية. بس يلا بينا نعمل أكل النهاردة. هأكلهم ايه؟ النهاردة هأكلهم مأكولات بحرية. هنعمل سمك، هعمل لهم سمك بلطي وسمك مكرونة، وهنعمل كمان كابوريا. الكابوريا دي انا اول مرة اعملها، بس انا متفائلة خير ان شاء الله هعملها حلو. هي سهلة يعني ما فيهاش حاجة يعني، ماشي، لان انا عارفة يعني مكوناتها وطريقتها من ماما. فايه يعني انا فاكراها كده طشاش، يعني لما هي كانت بتعمل لنا، انا ما كنتش بقف مع ماما اصلا في المطبخ وهي بتعمل اكل، ماشي، فانا فاكراها كده بس، فانا قلت هجربها لهم وان شاء الله هتطلع كويسه. انا كمان عايزه اقول لكم ان انا خدت راي صحابي في الموضوع دوت، اللي هم بقى ايه يعني معاهم اولاد بقى كده في المدرسه وبتاع، فانا ايه رحت واخده رايهم وكده، كله يقول لي ايه، لا دخلي، لا اعملي بتاع ديت، انتي ما تعرفيش المناهج بقت صعبه ازاي، ودخليها، لا هي طبعا هتستفاد، على الاقل هتعرف نظام المدرسه ماشي ازاي وبتاع والكلام ده كله. طبعا مش زي الدرس ان الميس بتقعد قدامها على الترابيزه وتقعد ايه تكتب لها وتقعد تشرح لها والكلام ده كله، يبقى التركيز عليها هي لوحدها. لا هي عايزاها ايه، انا عايزاها تعرف ان هي لا يعني زي ما الميس بتشرح لها هي، ففي النية التانية كمان، فهي كمان محتاجة ان هي تركز. ده يساعدها على التركيز لما تكون في جروب، غير ان هي لما تكون بتاخد الدرس لوحدها، فاهمين؟ فطبعا الحضانة والمدرسة هتكون مفيدة في النقطة ديت كمان. بصوا انا جايبة سمك المكرونة بلدي، هملحه بقى وايه، وبعد كده هملح البولتي واقليه على طول. انا كنت جايباه امبارح وانا جايه من المدرسه كده، عديت على الراجل بتاع السمك ورحت قلت له ايه على السمك اللي انا عايزاه كده اهوت، وقلت له ابعتهولي بقى على ما اجيب انا الولاد من المدرسه واجي. فبصراحه جابهولي نضيف فله، يا دوبك انا بس كده غسلته بالليمون وعملته تاني كده عدت عليه وبتاع، وبصراحه كان زي الفل. بس ما قدرتش اعمله امبارح. طبعا انا امبارح كان عندنا دروس، وانتوا عارفين طبعا ان الاسبوع دوت كله امتحانات شهر، فانا مش عارفه اصلا اعمل حاجه، ومفيش وقت اصلا ان انا اعمل حاجه. بصوا انا كده بملح السمكه اهي، فين اهي بملح السمكه كده. طبعا السمك المكرونه بيبقى بالراحه عليه قوي علشان ايه، سمك حساس. بس كده. انا بقى خدت راي واحده صاحبتي، هي دكتوره طب نفس الاطفال ولتنميه اسمها ايه، تنميه المهارات للاطفال والكلام ده كله. آه بصراحه بستفاد منها قوي يعني في الموضوع مع اولادي، يعني في التصرف بقى مع اولادي والتعامل معاهم والكلام ده كله. بصراحه انا مستفاده منها جامد. فهي فادتني برضو في موضوع سيلة. طبعا هي عارفاها وعارفه شخصيتها وكده يعني. فبتقولي بصي انت حتى لو مش هتودي حضانة، فانت نمي ده في البيت. فقلت لها نميه ازاي، راحت مدياني كذا معلومة كده حلوة قوي، وادتني طريقة امشي بيها معاها واسلوب اتبعه معاها والكلام دوت، وقالت لي دوت ان شاء الله هيعمل معاكي ايه مفعول كويس قوي في شخصيتها وفي التعامل مع الولاد اللي زيها، وان انت اصلا تفهميها وتفهمي دماغها، وان انت اصلا تنمي كمان الذكاء بتاعها وتنمي تفكيرها، سواء بقى هي اتعاملت مع اطفال في سنها او اكبر منها او كده، فانت برضو فتحتي دماغها على حاجات تانية. قلت لها ماشي. فراحت مدياني كذا معلومة وادتني كذا طريقة بصراحة حلو قوي قوي، وجربتها مع سيلا حلو. اللي هو انا حسيت فعلا ان تفكيرها اتغير، حاسه ان مخها كده شويه، فاهمين اللي هو اتفتح سنه كده، او انا اكتشفت فيها حاجه
يعني انا اكتشفت دماغ سيلا اكتر، وان هي استيعابها قد ايه اكتر. بصراحه حلوه قوي. فانا قررت ان انا ان شاء الله هصور لكم الحاجات اللي هي قالت لي عليها والمعلومات اللي انا استفدت بيها دي، هصورها لكم ان شاء الله فيديو، وهنزلها لكم علشان لو انتوا حابين برضو تستفادوا انتوا كمان، او حد عنده نفس الموضوع بتاعي دوت، او انتي مثلا خايفة على اولادك من الاختلاط بره. مفيش ثقة طبعا وامان زي ما انتوا عارفين، دي برضو انا خايفة منها جدا. او اني مثلا انتي مش حابة ان انتي بتنزلي زي كده هوت. انا مش حابة فكرة الحضانة في السن الصغير دوت، السن اللي ما بيجيش يحكي فيه ايه اللي حصل. يعني عندي سيلة ما بتعرفش لسه لغاية دلوقتي تيجي تحكي لي يا ماما حصل كذا وكذا وكذا، دي قالت لي، دي عملت لي، دي قالت لي تعالي نعمل كذا، دي قالت لي نلعب مش عارفه ايه. ما بتعرفش تحكي لي المواقف اللي بتمر بيها بره البيت وانا مش معاها. فدي برضو اللي بتخليني ايه، ابقى خايفه كده شويه من فكره الحضانه، ان هي مش هتعرف تحكي لي. انا مش هعرف ايه اللي هي مرت بيه بره. ومش كل الحضانات فيها نظام الكاميرات اللي انا بقى قاعده ومتابعه فيها وكده هو، خصوصا الحضانات اللي جنبي ما شفتش كده بصراحه. يعني انا كذا مره اروح تقول لي اه طبعا في سيستم كاميرات وكده هنا، بس ده خاص بالمكان، لكن مش هيكون متوصل على تليفونك انتي. فانا طبعا انا كنت حابه حاجه زي كده ومش موجود في المحيط بتاعي علشان اعمل حاجه زي كده، فهيكون بعيد شويه بباص. وطبعا انا مش هودي باص في سن كيجي، انا مش بوديه في ابتدائي، هوديها في كيجي لا طبعا، او في حضانه لا طبعا، مش هآمن بصراحه. بتاع ديت. فالموضوع بتاع الاختبارات الذكاء، وموضوع الحاجات اللي هي بعتتها لي وقالت لي جربيها في سيلة والكلام ده كله حلو قوي، فادني قوي قوي قوي. خلى سيلة دماغها تتفتح اكتر، وان دماغها تشتغل في حاجات هي ما اشتغلتش فيها قبل كده، فكانت مفيدة. وان احنا كده بنفتح دماغ ولادنا، او احنا اصلا بنستكشف دماغ ولادنا شغالة ازاي، ومدى استيعابها ومدى توسعها والكلام ده كله، فحلوة. فقلت هعمل لكم سلسلة فيديوهات من الموضوع دوت، اللي هي الفيديوهات الذكاء دي، وهعمل لها فولدر لوحده كده، اللي هو ايه يبقى سهل عليكم ان انتوا تدخلوا وتشوفوا. يعني اللي عايز الموضوع ده بس، مش عايز بقى الرغي بتاعنا دوت، يعمل ايه، يدخل على اللي هي معلومات والحاجات دي كلها. تمام، انا هعمل لكم فولدر كده مخصوص للفيديوهات، لسلسله الفيديوهات اللي جايه دي، تقدروا انتوا تدخلوا عليها وايه وتستفادوا ان شاء الله. على فكره انا جربتها في مليكه كمان، يعني هي تنفع لسن مليكه. يعني مليكه عندها 7 سنين، فادتني جدا في سن مليكه. برضو انا عرفت دماغها شغاله ازاي، وعرفت مدى استيعابها للدنيا عامل ازاي. اي نعم اتصدمت، بس يعني ايه برضو، يعني انا توقعت ان مليكه اكبر شويه من الاختبارات دي، يعني اكبر شويه من الحاجات دي. يعني خلاص بقى عدت المرحله دي، المفروض 7 سنين دي تكون كده. لا اتصدمت الحقيقه. فانتوا تقدروا انتوا تعملوها لاولادكم من سن، قالت لي من سن 2 لحد سن 8 9 سنين، على حسب عقليه ابنك او بنتك اللي انت اصلا عارفاها. فممكن تمارسيها اصلا على طفل عنده 10 سنين، مفيش مشكله. فايه فانا قلت ان شاء الله، يعني زي ما انا استفدت كده وربنا كرمني بصحبه حلوه كده جميله وفايداني وكده يعني، فلا ان شاء الله هفيدكم بقى انتوا كمان والكلام ده. بس وقولوا لي لما دخل ان شاء الله سيلا المدرسه، يعني احنا خلاص بقى عدينا مرحله الحضانه اهو، اللي انا لسه ما اعرفش نعمل فيها ايه، وعدينا بقى لا كيجي، لا كده هتبقى برده كده. عندنا مرحله الحضانه اهو خلاص تمام. الكيجي بقى والمدرسه، رايكم اقدم لغات ولا اقدم عربي زي اخواتها؟ مش عارفه. انا عن نفسي اخواتها مطلعين عيني في العربي، فتفتكروا لو دخلت لغات هو طبعا هيبقى احسن. يعني طبعا اللغات هتبقى احسن فيما بعد، يعني لما تكبر بقى وكده هو. بس مش عارفه، ما هو انا بقول برضو ايه، ان اللي يفوتهم اللغات في المدارس بيعوضوها في كورسات. هي الكورسات دلوقتي ما هي ماليه الدنيا. يعني مثلا محمد ومليكة عربي بس، ان شاء الله باذن الله ناويه كمان سنه او حاجه لا هيدخلوا بقى كورسات لغات او برمجه، يعني على حسب بقى ايه ما هم دماغهم توديهم. هبدا بايه الاول على حسب دماغهم.
او هم عايزين ايه الاول عشان الموضوع ميبقاش صعب عليهم. فبالنسبه للغات مش فايتانا يعني فاهمين حته ان هم مدرسه عربي مش لغات، دي الحته دي مش فايتانا. فاعمل كده واديها برضو كورسات زي اخواتها، ولا ابدا بقى بلغات من صغيرين ويقولوا بقى اللي بيبقى واخد الصعب وهو صغير بقى متعود عليه ويكمل كده؟ مش عارفه. فقولوا لي رايكم برضو، قولوا لي رايكم. انا اول مره اكون محتاره فيها كده اهوت. وعايزه اقول لكم ان سيلا متاخره قوي عن اخواتها في مسكه القلم. يعني انا كلهم سيلا دلوقتي عندها 4 سنين ونص، كلهم بيمسكوا القلم معايا من 3 سنين ونص، اللي هم يلونوا ويشخبطوا. 4 سنين دي كانوا بيكتبوا الحروف وبيكتبوا الارقام يعني كنا دخلنا بقى كده اهوت، فاهمين؟ كنا دخلنا في الجنة. لكن سيلا لغايه دلوقتي بتشخبط وتلون بس 4 سنين ونص، فهي كبيره معايا ومتأخرة معاه، فمحتاسة قوي، يعني اكتر واحدة بجد انا احتست معاها. بصوا بقى، انا دلوقتي هعمل معاكم الايه الكابوري، هجهزها بس مش هولع عليها دلوقتي. ليه؟ عشان هي دوبك بتاخد 10 دقايق بس على البوتاجاز، ما بتاخدش سوا يعني. بس انا هجهزها، واول ما الرز بتاع السمك يدخل في السوا واخلص قلي السمك، ابقى قربت كده اخلصه، اقوم مولعه عليه عشان تبقى كله ايه سخن كده مع بعضه في نفس الوقت. بس ايه تاني؟ بصوا بقى، انا بحط على الكابوريا ايه؟ بصلتين متقطعين 4 تربع، تمام، وطمايتين برضو مقطوعه ايه 4 تربع او نصين، وبتاع ديت، وقرنين فلفل الوان وقرن فلفل اخضر، وتحطي جزرايه متقطعه طبعا ايه حتت كبيره. بصوا البصل عمل فيا ايه. بصوا بقى، هنحط كل دوت وهحط عليها الكابوريا وملح وفلفل وكمون وبتاع ديت، ومعلقه توم مهروس وكزبره. وايه تاني يا بنتي يا ساره؟ بنحط ايه تاني؟ بس تقريبا مبحطش حاجه تاني. ونص كوبايه ميه، مش هحط ميه كتير علشان الايه، اصلا الكابوريا بتنزل الميه بتاعتها ما بتاخدش سوا، يعني هي نص كوبايه الميه دي هي هتسويها، هتبقى حلوه. بس اخلص البصل بقى وارجع لكم علشان ايه الحاجات اللي انا فيه دوت. وانا بعمل رز السمك ازاي؟ بقطع بصلتين حجم كويس. انا عايزه اقول لكم ان البصل بيدي طعم حلو قوي للرز لما بتكوني مكتراه كده، ويبقى حلو، بيبقى مسكر قوي ماشي. وبحط معلقتين من الزيت، وبعد البصل لما بتدخل في تحميره كده شويه بتقومي حاطه عليها الرز بالتوابل بتاعتها. ايه هي بقى التوابل بتاعتها؟ ملح وكزبره وكمون وبهارات السمك ومكعب مرقه دجاج، بيديها حاجه، بيديها طعم حلو قوي. لو انتي اصلا متعوده بتحطيه في اكلك، مش متعوده خلاص بلاش. وبس اهم حاجه بتزودي فيه الكزبره والكمون. وبعد كده تحطي الرز وتشوحي كده لحد ما كله ما يتقلب، وبعد كده تحطي عليه الميه بالمقدار اللي بيسويها، وخلاص على كده بتاخدي شويه رز زي العسل. في ناس بتحب تحط عليها معلقه صلصه، انا مش حابه كده بصراحه، بيقول لك ان ده كده سمك صياديه يعني. بس يعني انا مش حابه حاجه زي كده، انا بحب اعملها بالتوابل العاديه ديت يعني، اللي احنا واخدين عليه من زمان، فاهمين؟ فما بحبش الافتكاسات الكتير. هروح اولع عليه وارجع لكم تاني. هعمل ايه تاني بقى؟ هجيب الحله اللي انا هعمل فيها الكابوريا. هعمل ايه؟ هحط فيها البصل، احط فيها البصل كده زي ما انا ما قلت لكم. بص بقطعها شرايح كبيره، والطماطم بقطعها 4 تربع ماشي، عشان طبعا انا مش حابه هي كده كده مش هتتاكل، بس اللي هو ايه بتديها النكهه، يعني انا خدت نكهه الخضار في الطعم بتاع الكابوريا. عايزه انت بقى يبقى فيها شوربه، هتقومي مزوده عليها شويه ميه كمان ومعلقه سمنه، بتديها شوربه بتديها يعني شويه شوربه كده فيها دسامه حلوه قوي، تمام. وكمان هقطع الجزر وهقطع الفلفل الالوان وارجع لكم تاني. خلاص انا كده قطعت البصل والقوطه والجزر والفلفل الالوان، وبس ما عادش طبعا احط فلفل حامي. هحط بقى معاها ايه؟ احط معاها الثوم والكمون والملح والفلفل والكزبره. وايه تاني؟ وتوابل اسمها ايه، وتوابل السمك دي بتبقى عند العطار. توابل السمك دي عند العطار بتبقى حلوه قوي.
مش عندك ومش هتعرفي تنزلي تجيبيها دلوقتي مش مشكله، برضو بتبقى طعمها مسكر جدا من غيرها، بتبقى حلوه برضو والله. خلاص احط بقى عليها الكابوريا. بصوا الكابوريا عامله ازاي ما شاء الله. بصوا عسوله ازاي واموره ازاي. انا اول مره في حياتي اعمل كابوريا والله العظيم. في ناس واول مره في حياتي انضف كابوريا، يعني السمك كله جاي لي متنضف ما عدا الكابوريا، مش عارفه انضفها ليش ليه، او هي بقى عشان تنظيفها اصلا سهل، اللي هو مجرد ما بتشيلي بقى الحته اللي تحت ديت وبتنضفي قلبها بقى وكده خلاص كده زي الفل. وفي كمان ناس ما بتنضفش قلبها، يعني انا فتحت بقى فيديوهات على اليوتيوب علشان اعرف كمان تتنضف ازاي. لقيت ان هما في ناس بتشيل الجزء اللي تحت ده بس، يعني بتشيل اللي هو زي اللسان ده كده اللي تحت ده بس وبتاع ديت وبتغسلها كويس وخلاص، ما بتغسلش قلبها. بس انا عرفت الصراحه، يعني لما شفت قلبها عرفت، فاضطريت ان انا افتح الصدفه اللي فوق ديت وايه وانضف قلبها بس. فطلعت الكابوريايه بالنتيجه الحلوه الصغنونه ديت، عسل والله. فانا متفائله بيها خير ان شاء الله، ادام عرفت انضفها يبقى هعرف اسويها حلو. لو انتوا بقى في طريقه تانية بتحبوا تعملوا بيها عرفوني برضه، عشان ابقى ايه اكتسبت خبره، يعني ايه تجربه معاكم، وبرضه هجربها معاكم، يعني اللي هيقول لي طريقه تانية ليها هعملها معاكم. عايزه اقول لكم ان السمك اليومين دول رخيص بطريقه فظيعه، يعني ما شاء الله السمك كتير جدا جدا والسمك رخيص جدا. طب نقلب كده خلاص بقى كده، خلاص الحمد لله. اخليها بقى على جنب لحد اما ايه الرز ياخد بقى التشويحه بتاعته. اول ما اخلص قلي السمك اقوم مولعه عليه 10 دقايق كده على البوتاجاز زي الفل والله. يعني بجد من اسهل طرق السمك اللي ايه، لا طرق ايه، من اسهل انواع السمك اللي بتتعمل بسهوله كده وسرعه وبتاع وايه والدنيا خفيفه. ممكن كمان تحطيها في شوربه السي فود تبقى حلوه قوي، حطي عليها كريمه لباني وحطي بقى عليها انواع بقى السمك اللي انت بتحبي تحطيها في السي فود بقى بتبقى ايه جميله. عايزه اقول لكم ان كل السمك رخيص كله، الجمبري الجامبو متخيلش انا الاقيه بالسعر ده الصراحه، فحلو كل الاسعار هناك حلوه جدا. خدوا بقى اوميجا 3 عشان الامتحانات اللي احنا داخلين عليها ديت، يعني استغلوا الفرصه، اغتنموا الفرصه. قولوا لي كمان صحيح ايه رايكم في الحفله بتاعت لوكا؟ شفتوها طبعا. انا لو كنت صورت لكم الحفله كلها كنتوا عرفتوا، يعني انا في كومنت بتقول لي ايه الفخامه دي، انا كنت هتشوفي فعلا الفخامه اللي بجد. المكان يا جماعه ليه هيبه كده، لا المكان حلو قوي. انا اول مره اروح المسرح ده في المدرسه دي وكانت حلوه قوي، مسرح كبير. انا كنت فاكراه اللي هي يعني مدرسه على قدها عشان اول مره ادخل المدرسه دي بصراحه، فانا كنت فاكراه ان الموضوع على قده بقى وصغير وبتاع. لا انا يعني فعلا الموضوع ليه هيبه كبيره جدا وفخامه وتنظيم. عايزه اقول لكم ان هناك نظام جدا جدا جدا. فاليوم كان حلو. انا ما كنتش خايفه على بنتي خالص وهي جوه مش معايا طبعا، بس انا ما كنتش خايفه عليها من كتر التنظيم اللي انا شايفاه واللي المدرسه بتاعتها عاملاه. يعني يعتبر هم مطلعين معاهم اكتر من مدرسين نص المدرسه، يعني مطلعين معاهم مدرسين كتير جدا ومطلعين معاهم مسؤولين الامن بتوع المدرسه مطلعينهم معاهم. فكان النظام كان حلو قوي بصراحه. الباص كان فيه تنظيم فظيع، انا ما شفتوش وانا لما وصلت هناك ما كانتش لوكا لسه وصلت، احنا دخلنا وهي ايه دخلت بعدينا، جت بعديه فبتاع ديت. فما كنتش شايفه الباص واللي هي فيه. واحنا مروحين باباها قال لهم يعني كلم المسؤولين وكده قال لهم لا انا هاخدها مش هتروح في الباص، المفروض يعني احنا كنا نستلمها من عند المدرسه. فباباها قال لهم لا خلاص انا هستلمها هنا في المدرسه بتاعتها اللي هي عملت فيه العرض دوت وبتاع، فايه هناخدها كده اهو. فشفت ساعتها بقى الباصات واحنا ماشيين عامله ازاي، وازاي هم مأمنين الولاد قوي وهم ماشيين، والنظام اللي كانوا عاملينه لا حلو قوي قوي. وما كانش بالسهل انا اخد مليكه في المدرسه التانية بتاعت العرض ديت، لان كان لازم المفروض استلمها من مدرستها هي، زي ما انا سلمتها في مدرستها هستلمها من مدرستها. بس الحمد لله يعني هما تفهموا الامر. تجربه حلوه اتمنى ان احنا نعيدها. ادعوا لنا بقى ان احنا نفوز في المسابقه دي، عشان دي مسابقه مش مجرد عرض وخلاص، دي مسابقه. يا رب ان شاء الله يتصعدوا هما باذن الله، باذن الله يعني يتصعدوا ان شاء الله. بس احنا لسه ما خدناش الاكيد من مدرستنا، لكن انا دخلت وتابعت الصفحه
بتاعه الوزاره والحاجات دي كلها، عرفت بصراحه ان احنا الحمد لله اتصعدنا. لكن ما لسه مدرستنا ما بلغونيش. كل اللي مدرستنا قالوه ان هم هيعيدوا نفس العرض تاني بس في مدرستنا، قدام بقى مسؤولين تاني ولجنه تحكيم تاني، بس في مدرستنا احنا، عشان العرض عجبهم جدا جدا. فده هيتعاد ان شاء الله خلال الاسبوع الجاي او اللي بعده بقى، مش عارفه لسه ما حددوش اليوم بالظبط، بس هم قالوا يعني من خلال من اسبوع لاسبوعين. فاحنا مستنيين ان شاء الله العرض يتعاد في المدرسه، وبعديها على طول بقى باذن الله ينزل قرار التصعيد بتاعهم، ويروحوا بقى ايه المدرسه دي تاني او مكان تاني بقى، مش متاكده برضو. يروحوا يعملوا العرض برضو هناك تاني، وهيعملوا نفس العرض ولا عرض مختلف مش عارفه. بس ايه رايكم بقى بلوكا بالزي الفرعوني؟ ايه رايكم؟ كانت عسل ما شاء الله. خلاص بعمل اسمها ايه السمك في الدقيق، وولعت على الطاسه وايه هحط فيها على طول. عايزه بقى اقول لكم ايه ان استلام مليكه من المدرسه بتاعتها بتاعت العرض ديت من هناك. ليه كان عايز يمشي بيها كده في الشارع بلبسها كده، حتى ما غيرتش هناك زي ما انتوا شفتوا كده، احنا خدناها ومشينا كده. حتى مامة صاحبتها بتقول لي هو احنا هنمشيهم كده؟ قلت لها اه عادي، لو هم اصلا كده كده كانوا فرحانين باللبس ومش عايزين يقلعوه. فقلت لها انا عن نفسي انا همشي مليه كده، قالت لي خلاص انا كمان همشي بنتي كده. وفعلا مشيوا كده. عايزه اقول لكم ان باباها كان عايز يلف بيها مصر كلها تقريبا باللبس بتاعها دوت. كنا فرحانين بيها فعلا، شكلها كان ما شاء الله الله اكبر، يا رب يحفظها هي واصحابها يا رب. كانوا الله اكبر كانوا حلوين قوي. فابتديت فراح واخدنا وراح مأكلنا كشري كمان زي ما انتم ما شفتوا كده. يعني حتى بقى ايه، عايزه اقول لكم ان كل اللي احنا الناس اللي احنا قابلناها واحنا ماشيين في طريقنا بقى كله باصص لها عمال يقول ما شاء الله ما شاء الله. وكله كان عاجبه قوي، يعني الناس اللي تعرفنا واللي ما تعرفناش كلهم كانوا عاجبينهم قوي شكل مليكه باللبس بتاعها وكده هو. ورحنا كلنا كده في محل كشري ولا كانها عادي، يعني مش عاملين حاجه غريبه، يعني مش ماشيين بحاجه غريبه يعني، لا عادي يا جماعه. واحده خطفنا من المتحف على محل الكشري على طول. اكلنا الملكه كشري متخيلين. فكان يعني ايه، كان بصراحه كان يوم، هو كان كل يوم اليوم كله كان حلو قوي قوي يعني ما شاء الله. كان هيختم بحاجه وحشه بس الحمد لله ربنا سترها يعني. كان هيختم بحاجه تنكد علينا بس الحمد لله الحمد لله ربنا كرمنا وعدت يعني. التليفون بتاع محمد قعدنا ندور عليه طبعا، احنا كلنا مطلعين تليفوناتنا بقى بنصور وبتاع والكلام دوت، وواخده التليفون كمان بتاع سيلا معانا عشان ايه لو عيطت اسكتها. ثواني اخد السمكيه دي كمان وارجع لكم. طبعا انا عن نفسي ما كنتش مركزه مين كان بيحط التليفون في الشنطه بعد ما يخلص ومين كان ماسك التليفونات في ايديه. ما كنتش مركزه معاهم. ليه؟ لان مليكه جت بدري شويه، وصلت المسرح بدري شويه عن العرض بتاعها. فانا قمت لها طبعا بشوفها وبطمن عليها وكده اهو. فكنت واقفه معاها فمش عارفه لا مركزه مع سيلا ولا محمد ولا اسلام ولا حد خالص. كنت سايباهم كده مع نفسهم وانا ايه كنت معلوكه بقى، عشان طبعا هي ما كلتش خالص يعني. خدوهم كده يعني من الضل للنار، يعني اول ما راحوا اشتغلوا على طول اسمها ايه اشتغلوا على طول بروفا، وبعد كده خدوهم بقى على المسرح على طول. فايه ما كانتش كلت. بقيت عماله اكلها وعماله العب معاها وعماله اصورها وبتاع عشان اهديها شويه من التوتر والقلق اللي هي كانت فيه، لان هي اول ما دخلت طبعا اول مره تقف على مسرح، مش مسرح مدرستها، حاجه تانية وحاجه بالمستوى ده وكده يعني. فهي اتخضت، يعني هي اول ما دخلت المسرح اتخضت. هما دخلوهم الاول من الباب اللي احنا ندخل منه كلنا علشان يشوفوا المسرح قدامهم عامل ازاي، المكان اللي احنا بنبقى قاعدين فيه مستنيينهم اللي هو الكراسي يعني اقصد. ما دخلوهمش اوضه البروفا على طول، لا ما تستغربوش من ايديا يا جماعه عشان انا بعمل السمك دي وانا بكلمكم. فهم ما دخلوهمش على المسرح على طول او البروفا او غرفه البروفا بتاعتهم، لا هم دخلوهم المسرح ناحيه الكراسي بتاعتنا، وخلوهم يمشيوا شويه واستكشفوا المكان علشان يهدوا شويه من التوتر والقلق اللي كان عندهم، وان هم ياخدوا على شكل المسرح من تحت، فاهمين؟ عشان لما يطلعوا فوق ما يكونش فيه قلق وفيه توتر اللي هم كان عندهم دوت. وعايزه اقول لكم كمان ان هم بعد ما قعدوا شويه وبعد ما احنا ما اكلناهم ولعبنا معاهم وكده وهم اتحركوا شويه في المسرح عشان ياخدوا وطلعوا السلالم ونزلوا، فاهمين انتوا؟ خدوا على الجو كده شويه.
ادوهم كمان فرصه ان هم يطلعوا على المسرح يتدربوا عليه، يعملوا عليها اخر بروفه قبل العرض. طلعوهم فعلا، مش هم لوحدهم، كل مدرسه طالعه تعمل العرض بتاعها كانوا بيعملوا معاها كده، بيطلعوها الاول قبل العرض بتاعها ب10 دقايق، يطلعوهم يعملوا اخر بروفه ليهم على المسرح مع الاضواء مع كده، فاهمين انتوا، مع الجو دوت، علشان ايه ما تبقاش اول مره الهبه واخداهم. بس فكان بصراحه يعني تنظيم حلو قوي قوي، يعني ما شاء الله. انا ما كنتش متخيله كده، انا كنت مستهيفه الموضوع شويه، قلت لا دول اطفال بقى وبتاع وعرض صغير وكده، لا انا لقيت ان الموضوع فعلا واخد هيبته وواخد قيمته، والحمد لله عدت على خير، ويا رب تجربه تتكرر تاني يا رب ان شاء الله. يعني كان نفسي اصور لكم بقى، مش نفسي اصور لكم، انا عن نفسي مصوراها، يعني انا مصوره الحفله كلها. الحفله بدات الساعه 10، خلصت الساعه كام؟ الساعه 5. كل دي عروض شغاله بمدارس شغاله، يعني كل مدرسه بتيجي بتخش تعمل العرض بتاعها وبتمشي وكده. فمتخيلين من الساعه 10 الصبح للساعه 5 المغرب المسرح شغال. انا كنت مصوره كل حاجه، حتى الكواليس بتاعه العرض انا مصوراها، حتى البروفات بتاعه الاولاد والحاجات دي كلها انا مصوراها. بس للاسف انا ما عرفتش انزلها كلها، لان يعني كل مدرسه طالعه بتعمل على اغنيه، فالاغاني انا طبعا مش عارفه انزلها على القناه، فعشان كده ما عرفتش ان انا ايه يعني اديكم مقتطفات كده من يعني يعني الحاجه اللي انا عرفت اصورها، يعني فاهمين انتوا، فهموني. بس كان نفسي، بس بجد بجد كان نفسي انزل لكم الحفله كامله حلاوتها، فحلو حلو جميل. بس لكن بقى طبعا صحابي والناس دي كلها طبعا ابعت لهم الحفله كامله عشان يشوفوها كده. لو عايزين تشوفوا الحفله كامله ابعتوا لي، انا هبعتها لكم على الخاص عادي. يعني ابعتوا لي في الكومنتات، ابعتوا لي الصفحه بتاعتكم بقى او اي حاجه، وادخل على البيج بتاعتكم وابعت لكم، ونبقى اصحاب كده مع بعضنا ونبقى كده فاهمين، وابعت لكم الفيديو كامل بقى، هظبطكم بقى كده بيني وبينكم بقى نكون اصحاب وبتاع. او فعلا ابعتوا لي على البيج الفيسبوك بتاعتنا او الانستجرام وايه، وانا هبعت لكم الحفله كامله، مش عنكم حاجه. بقول لكم ايه، انتوا كنتوا سامعين معايا هيصه من شويه كده، والعيال بقى والدوشه بتاعتهم الحاجات دي كلها، مفيش صوت دلوقتي خير. انا بكون مطمنه لما يبقوا عاملين دوشه وهيصه وصوت وكده، هو بقلق لما يسكتوا. يعني بجد سيلا بالذات اقلق منها قوي لما تكون عامله دوشه وكده ومره واحده مفيش، زي دلوقتي كده هو مفيش، وده مش طبعهم، مش عارفه انا اروح اطمن عليهم عشان انا جوايا مش مطمنه. او شفتوا بقى اللي انا كنت خايفه منه لقيته، مش بقول لكم انا بقلق لما بروح اشوفهم كده وبلاقيهم ساكتين وبتاع، لقيت سيلا ولوكا جايبين الميك اب بتاعي كله وشغالين بقى ما شاء الله، هما الاتنين زي الفل، واخدين الشنطه بتاعتي وواخدين طرحتي وواخدين كل حاجه وايه، صح؟ واخدين بقى كل حاجه كده وعمالين يلعبوا بيها، والدبدوبه بقى والنونه، ورايحين نجيب حاجات وحاجات ما شاء الله. لا يا سيلا كده غلط، ما تعمليش كده تاني. ماشي يا ماما، اساس تسمع الكلام، يعني محترمه مؤدبه، انا بنتي مؤدبه. انت جايه تعملي ايه؟ ابعدي عن البوتاجاز والزيت. عايزه ايه؟ عايزه لكم باي باي عسل والنبي. بصوا هي كده واقفه لكم على كرسي، تعمل لكم ايه اكتر من كده عشان تجي لكم ضيف مش عارفين. بصوا بقى ما شاء الله، بصوا الكابوريا لونها اتغير ازاي، كلها لما تبقى حمرا كده دي كده علامه ان هي ايه، خلاص دخلت في السوا. بصوا اهي تبقى كلها نفس اللون ده كده، بس فهي ما شاء الله هي كده خلاص 5 دقايق 10 دقايق بالكثير، ما بتاخدش سوا خالص، وبعد كده اطفي عليها بقى وتبقى ايه خلاص كده خلصت. كمان خلصت سمك المكرونه ما شاء الله، وخلصت البولتي والرز استوى وكل حاجه وكله بقى زي الفل الحمد لله. خلاص استوى الحمد لله كده، خلاص الكابوريا استوت وتمت المهمه بنجاح، وندوق بقى واقول لكم راينا ايه في التجربه اللي انا عملتها ديت. ماشي، ما تنسوش بقى تقولوا لي رايكم ايه في الموضوع اللي انا كلمتكم فيه، وشاركوني كده رايكم عشان انا هستنى رايكم بصراحه وهعمل بيه. تمام، فما تنسوش بقى اللايك والكومنت والشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتنا، وما تنسوش ان انا هستنى رايكم يا جماعه. ماشي،